بصوا بقى النتيجة بتاعت الايس كريم المانجا. اللي هو الساندوتش ده بجد انا عايزه اوريه لكم. واو والله العظيم تحفه يا بنات، تحفه تحفه بمعنى كلمه تحفه. بصوا اشيك واحلى من اللي بتجيبيه من بره مليون مره. بصوا وتقديمه لو انت عندك ضيوف ولا حاجه تقديمه شيك جدا 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 ما اقولكيش. بصوا الجمال، بصوا انا عايزاكم تشوفوا بس الشكل. بصوا بصوا ادي البسكوته طالعه زي الفل، شيك جدا. جربوه ومش هتندموا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلين ومليون اهلين يا ست الكل، يا ست البنات انتي وهي، عاملين ايه؟ وحشتوني من اخر فيديو نزلته. كان نفسي انزل تاني يوم بعدها على طول، بس بصراحة يعني حصل يعني ظرف كده عندي بس الحمد لله الحمد لله ربنا سترها. هحكي لكم واحنا في الفيديو بتاعي النهارده بقى. انا جايه لكم فيه بقول لكم ايه بقى، اوعي تروحي تشتري مشتريات سواء شهرية او اسبوعية او مثلا بتاعت 15 يوم قبل ما تعملي الحاجات اللي هقولك عليها دي في الفيديو. اساسي اوعي، عشان ما ترجعيش تلاقي نفسك اتحطيتي وحاجات كتير مفروض تجيبيها وهتبقي مرهقة وتعبانة جدا. من اول حاجات يا جميل اللي انت مفروض تجهزيها وتعملي حسابك قبل ما تروحي تجيبي مشتريات، ان بيتك يكون نظيف. حتى لو انتي منظفاه وفي حاجات بسيطه كده مكان الولاد او حاجه، ظبطي كل حاجه مكانها. مشي المكنسه كده، شفطي اي حاجه، اي تراب، اي كلام ده ظبطيه وشفطيه قبل ما تروحي تجيبي المشتريات الشهر بتاعتك. ده اساسي، البيت يكون نظيف زي الفل. بصوا انا كنت البيت يعني كان حلو، مجرد عدت عليه حاجه بسيطه، والولاد كان بقالهم فتره بيزنوا ماما عايزين ايس كريم. فانا بصراحه بقالي فتره كبيره جدا ما عملتوش في البيت وبشتري جاهز. فقلت لهم لا خلاص، بما اني كده خلاص انا كده كده بظبط الدنيا وهنزل اجيب المشتريات، فخلاص انا هعمل لكم ايس كريم النهارده. وبصراحه بعد ما ظبطت البيت على طول قلت اعمل الايس كريم واحطه في التلاجة عشان على ما اخلص شغل البيت وكده على بالليل يكونوا ياكلوا منه، يعني يبقى حلو يبقى جاهز وياكلوا منه. ما نشتريش جاهز، ما نشتريش من بره يعني. تمام. فبدأت الايس كريم ده، كنت عامله ايس كريم مانجا، بس المره دي بصوا محمد الايد الصغننه دي ايد محمد بيساعدني، حب ان هو يعمل معايا وكده. فالمره دي قلت لهم هعمل لكم ايس كريم اللي هو الساندوتش يا بنات، اللي بيبقى بسكوت من فوق بسكوت وتحت بسكوت وفي النص الايس كريم. فقلت هعمل لكم ده طبيعي مانجا، حاطه له كريم شانتيه وحاطه نسبه سكر مش كتيره، ونسبه ميه ساقعه. ونسيتك انا بحط برضو معاه لبن بودر، بس المره دي نسيت، لا انت حطش معاه برضو لبن بودر بيبقى حلو جدا. الكميه على حسب اللي انت هتعمليه. ممكن تحطي مثلا كوبايه بتاعه كريم شانتيه على نسبه السكر اللي انت تحبيها على الفاكهه اللي انت هتعملي بيها، واللبن البودر حطي بتاع معلقتين ولا حاجه، ونسبه الميه على حسب ما تشوفي هياخد معاكي ايه على حسب الكميه اللي انت هتعمليها. جهزته معايا وضربته وبعد كده رحت جايبه البسكوت، عملت طبقه من تحت وحطيت الايس كريم وحطيت طبقه بسكوت من فوق. بصوا بيبقى كده. وراعي لو انت عملتيه بالبسكوت كده اللي هو الساندوتش ده، خلي رصه البسكوت فوق زي تحت، عشان ما تيجي تقطعيها تبقى البسكوته فوق البسكوته. بس بجد هيعجبكم. انا عملت البايركس اللي شفتوه ده بتاع اللي هو الساندوتش، وباقي الكميه رحت معبيها في علبه بلاستيك عادي، وقلت احطها كده نطلعها بولات. والولاد شبطوا ان هم عايزين في القوالب بتاعه الايس كريم دي، فحطيت لهم فيها بس مش كلها، ما مليتهاش كلها على قدهم بس، وخلصت منه وحطيته في التلاجة. الحاجه التانية المهمه جدا لازم تعمليها قبل ما تروحي تجيبي مشترياتك، بس قبل ما انسى صلوا على النبي كده يا بنات، عشان احنا نسينا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام.
واللي دخل وهيحب اللايك وهيحبني يا بنات، ما تنسوش بالله عليكم حطوا لايك وحطي لي كومنت حلو كده، قولي لي اي حاجه فيه. تمام. ولو في اي اقتراح عندك برضو قولهولي، احنا كلنا بنستفيد من بعض. تاني اهم حاجة بعد البيت لازم تكون تلاجتك نضيفة وزي الفل. انا بحاول على قد ما اقدر ان انا التلاجة خلاص انا بجيب مشترياتي شهرية يا بنات، ما بحبش اجيب اسبوعية بصراحة، بعرف اظبطها وهي شهرية. طبعا انتي على حسب ما انتي ترتاحي ومتعودة على ايه. ففضيت التلاجة خالص وقلت ان انا بقى اظبطها ظبطة حلوة. هي ما كانتش سيئة قوي، بس بصراحة الولاد كانوا كاتبين عصير، كانوا بياخدوا عصير فاتكب منهم على التلاجة من تحت. فقلت مش مشكلة، انا هظبط التلاجة كلها. الفريزر بس اللي ما جيتش جنبه عشان كان هو تمام ومش محتاج، انما التلاجة من جوه ومن بره ظبطتها. تبقى التلاجة بتاعتي نضيفة لما اجيب المشتريات بتاعتي يا بنات، ما بقاش محتارة ان انا لسه التلاجة عايزة تتنضف، لا الدنيا مكركبة عندي، لا انا كده اجيب مشترياتي واجيب حاجتي اظبطها، اللي هيدخل الفريزر يدخل، اللي هيدخل التلاجة تمام، تبقى كل حاجة عندي نضيفة. ما بقاش محتارة ان انا البيت مش متنظم والتلاجة مش نضيفة والكلام ده كله، وانا كمان جايبة مشتريات. يعني هيبقى الوضع بصراحة صعب جدا، بالذات ان انت لو جبتي طماطم مثلا عايزه تعمليها صلصه، لو جبتي فراخ عايزه تظبطيها قبل ما تشيليها، اللحمه عايزه تحطيها مكانها، خضار فاكهه الكلام ده، فلازم تروقي الدنيا على نفسك عشان ايه ما تلاقيش نفسك اتحطيتي مره واحده. بصوا انا خليت التلاجة فله اخر ما خلصت خالص، كنت بعد ما خلصت. وبصراحة نسيت اقول لكم يا بنات، الاكل كمان كان عندي اكل من قبلها، لازم يكون عندي اكل، مش هطبخ اليوم اللي انزل اجيب فيه مشتريات، لازم يكون عندي اكل من قبلها ما اطبخش. ففي اليوم ده بصراحة اكلنا ايه، كان عندي ايه، اكلنا رنجة، صح ايوه انا كان عندي رنجة، فقلت تمام اعملها عشان كمان قبل ما اغسل التلاجة، فظبطتها ونضفتها وكده واكلنا رنجة في اليوم ده. فبصراحة ما صورتهاش معاكم. وبالليل بقى طلعت لهم الايس كريم، بصوا بوريه لكم، والله العظيم يا بنات كريمي وتحفه، طعمه خطير. بصوا هنا بولات، لو انتي طلعتيه اللي انا عاملاه في البتاع، لو عملتيه بولات بيطلع حلو جدا. والبسكوت خطير خطير خطير. وانتي بقى اعملي الطعم اللي انتي تحبيه اللي انتي عايزاه، عايزه تعملي فراوله، عايزه تعملي مانجا، عايزه تعملي شوكليت، بيبقى خطير تحفه. في مره تانية هعمل لكم الشوكليت برضو حلو جدا جدا فوق ما تتخيلوا. بس تجربة عن تجربة، جربوها وعلى ضمانتي وان شاء الله هتدعوا. بتاعت الايس كريم المانجا اللي هو الساندويتش ده بجد انا عايزه اوريه لكم. واو والله العظيم تحفة يا بنات، تحفة تحفة بمعنى كلمة تحفة. بصوا اشيك واحلى من اللي بتجيبيه من بره مليون مرة. بصوا وتقديمه لو انت عندك ضيوف ولا حاجة، تقديمه شيك جدا 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 ما اقولكيش. بصوا الجمال، بصوا انا عايزاكم تشوفوا بس الشكل. بصوا ادي البسكوتة طالعة زي الفل، شيك جدا. جربوه ومش هتندموا. بصوا طعمها والله العظيم تحفة، خطيرة خطيرة، احلى من اللي بيجيبيها جاهزة. بصوا الطعم بتاعها، جربوها على ضمانتي.